ازيكم؟ النهارده فيديو مختلف شويه عن الفيديوهات الطبيعيه اللي بعملها في القناه. يعني النهارده هو فيديو تجربه شخصيه من موقع ريفايب. لسه مش متاكد الفيديو ده هينزل ولا لا، بس دي تجربه انا مريت بيها يعني، وكنت عايز اشاركها معاكم. من فتره مش كبيره، حوالي اسبوع 10 ايام، اشتريت تليفون من موقع ريفايب. كان S21 الترا سامسونج. اشتريت التليفون ده وكان فيه هم مديني اوبشنز اختار منها. لمحه سريعه عن موقع ريفايب، ده مش اعلان طبعا، دي تجربه شخصيه سيئه لسه هوضحها لكم. المفروض ان هو بيجي بثلاث انواع لكل تليفون بيديهولك. بيقول لك التليفون ده يا اما حالته جيده او جيده جدا او ممتازه، ده البند الاول. فانت بتشتري على حسب البند، وبتشوف بقى هو بيبقى كاتب لك ايه اللي انت هتلاقيه او هتواجهه في كل بند، وايه الفرق بين الحالات الجيده جدا او الجيده او الممتازه. فطبعا بيقول لك ان الممتازه هو الجهاز اللي هو شبه الجديد، الجهاز اللي ما فيهوش غلطه، الجهاز اللي تمام جدا، بتاخده سليم جدا، فتمام تمام مفيش مشكله. جيد جدا شويه اقل، ممكن تلاقي خرابيش شويه، ممكن تلاقي حاله البطاريه 90%، ممكن تلاقي الجهاز مش بيديك هيديك نفس الكفاءه، بس ممكن يكون فيه ايه شويه تنازلات شويه في اداء بطاريه، في شكل ان هو مش زيرو مثلا او شكله اكنه جديد. ده اللي هم كاتبينه على الموقع بتاعهم، وابقى احط لكم صور الكلام اللي مكتوب. والحاله الجيده بيبقوا كاتبين ان ممكن تلاقي الخدوش اكبر، البطاريه نسبتها 85%، واداء الجهاز او حالته هتلاقيها ايه الاقل. تمام تمام مفيش مشكله. فدلوقتي لقيت كان في نازل في العيد عرض على الجهاز الاس 21 الترا، كان عامل 1350 ريال، تاخد برومو كود 150 ريال، فبيبقى عامل 1200 ريال. فطلبت واحد على البنود اللي هم كاتبينها في الموقع، طلبت جهاز. قلت تمام هيجي، اظن الجهاز هيبقى ايه العيوب اللي فيه. طلبت حالته جيده، قلت العيوب اللي فيه ان هو ممكن يجي فيه خرابيش شويه، في حاله البطاريه مش اقوى حاجه. قلت دي عيوب مقدور عليها عادي جدا. لحد ما الجهاز وصل لي، بفتح الجهاز، طبعا الجهاز اهو معانا يعني S21 الترا عادي جدا من بره كشكل وككل حاجه. المهم بفتح الجهاز، لقيت اول حاجه ان مبدئيا الجهاز نازل عليه روت. الجهاز اول حاجه ما كانش قابل السوفت وير الجديد بتاع سامسونج الوان يو اي 7، مع ان هو معلن ان هو هينزل على الاس 21 الترا. جات لي مسج مع ان هو معلن ان هو هينزل للاس 21 الترا. فقلت تمام. تدخل على مكان السوفت وير انفورميشن، ما تلاقيش الجهاز بيديك المعلومات، يقول لك ان السوفت وير مجهول يعني او غير معروف. المفروض ان هو تليفون سامسونج فاكيد معروف، واكيد التحديث اللي نازل له معروف، بيبقى مكتوب لك بقى في المميزات ايه اللي نزل لك في التحديث. مش موجوده. قلت تمام مفيش مشكله، عليه اندرويد 14 بواجهه الوان يو اي 6 اللي قبل اخر واجهه يعني. قلت تمام. بستخدم الجهاز شويه، حسيته مش بنفس سلاسه ايه ال 120 هرتز، فشغلها ادابتيف، الاقي ان مفيش فرق بين الادابتيف وبين العاديه الستاندرد ال 60 هرتز. طب ايه، جربتها عملت ريستارت للجهاز، مفيش حاجه، الجهاز ده شغال 60 هرتز بس. طب وبعدين هنعمل ايه في الموضوع ده؟ ما نعرفش هنعمل ايه. قلت استنى وشوف. تمام استنيت، كملت، نزلت عليه الداتا بتاعتي وحاجتي. بستخدم الكاميرا بتاعته. الكاميرا ادائها العدسه الاساسيه كويس، بس باقي العدسات متغيرين. اكيد انا متاكد انها مش عدسات سامسونج الاصليه، الكواليتي بتاعها بعيد جدا عن عدسات سامسونج وعن كواليتي تصوير جهاز زي الاس 21 الترا. فكانت حاجه غريبه، تعمل زوم تلاقي مفيش اي حاجه باينه. وغير كل ده، انت بعد استخدامك للكاميرا بعد ما بتفتحها ب 30 ثانيه مثلا، تلاقي الجهاز بيسخن وبيجلتش بشكل رهيب، بشكل غير مبرر. تلاقي الجهاز بيولع منك حرفيا. هي دي نسخه الاكزينوس 2100، وانا عارف انها هتبقى سخنه الى حد ما اكتر من سناب دراجون، بس مش لدرجه ان الجهاز لو انا بتكلم فيديو كول مثلا وقعدت ربع ساعه في المكالمه، بحكم ان انا متغرب مثلا وقاعد مقيم في السعوديه فبكلم اهلي، فالجهاز هنا بعد ربع ساعه مثلا من المكالمه ممكن يعمل بوت، يعمل شات داون ويشتغل تاني بسبب الحراره اللي بتطلع من الكاميرا هنا، وده مش طبيعي. طبعا ده بجانب ان احنا قلنا ان الشاشه دي طبعا مصيبه كبيره جدا، ما بتدعمش ال 120 هرتز، ده غير ان الشاشه مش اصليه، الحواف السفليه كبيره جدا، ولما بتعمل علامه الفيس اي دي
بتلاقي ان هو الدايره بتاعت السوفت وير اللي محفوظه بتلاقيها مختلفه عن مكان العدسه. فهنا دي شاشه مش اصليه، بس طبعا شغاله البصمه الالتراسونيك، معرفش اعملوها ازاي، بس هنا الشاشه دي مش اصليه. نيجي بقى للشق الثالث اللي هنواجهه في التليفون. طبعا مشكله الحراره اللي هنا، انت اول ما بتضغط على المعالج، اول ما بتعمل اكشن بس زياده، ممكن لو بتتفرج على فيديو يوتيوب وعليت الكواليتي بتاعه بس الجهاز يسخن بشكل رهيب. الجهاز في الجيمنج هنا شبه معدوم، لان انت ما بتعرفش تلعب جيمز بسبب ان هو بيسخن، بيخلي الجيمز كلها تجلتش، واللي بتطلع واللي بتكراش بسبب السخونه. ده مش طبيعي، حتى لو المعالج اكزينوس 2100 ده مش نورمال. طبعا زي ما احنا عارفين، اي حد مقيم في السعوديه بيتعامل دايما بحسابات البنك والان اف سي. دي حاجه اسلوب حياه هنا، مش زي مصر مثلا لسه الكاش شغال. هنا اغلب 90% من التعاملات بتتعامل بالتليفون وبالايه، تطبيق مدى بتتعامل بيه تحاسب وبس. هنا الدنيا ماشيه كده. فجيت انزل تطبيقات البنوك بتاعتي وتطبيقات الدفع الخاصه، لقيت الجهاز ما بيشغلهاش وبيطلع منها. فاستغربت، دخلت سرشت عن الموضوع، فاكتشفت ان انت بنسبه كبيره الجهاز هيبقى نازل عليه روت. طبعا دي مصيبه تانية. فدخلت فعلا ونزلت ابلكيشن بيكشف، لقيت فعلا الجهاز جاي لي نازل عليه روت. طب ايه بقى اللي هيتم؟ كل ابلكيشنات البنك مقفوله، وكل ابلكيشنات الدفع مقفوله، حتى الابلكيشنات الخاصه بسامسونج مش الخارجيه. فشلت الروت وقلت اجرب. بعد ما شلت الروت اشتغلت ابلكيشنات البنك، بس ابلكيشنات الدفع المباشر ما اشتغلتش، ولا تطبيق سامسونج السكيور فولدر اشتغل معايا برضه، ولا بالتبعيه برضه السامسونج والت ما اشتغلش معايا برضه. فانا هنا خسران حاجات كتير جدا غير اللي هم قالوها لي، مع ان الجهاز جاي لي من بره كحاله. الشاشه جايه لي جديده تقريبا، ما فيهاش خدش، الظهر جاي جديد ما فيهوش خدش، مع ان هم كاتبين ان الحاله هتيجي فيها خدوش وهيبقى فيها تنازلات في الشاشه وهيبقى فيها تنازلات في الحاجات دي. وحتى لو التليفون تجميع، فانت المفروض بتجمع لي قطع اصليه، مش بتجمع اي حاجه وتبيعها. فطبعا لما واجهتني المشاكل دي انا قلت خلاص انا هرجعه، مفيش مشكله، عادي جدا وتمام. بخش على الموقع بيطلبوا مني شويه داتا وكده، وايه المشكله اللي واجهتها، فبعرض عليهم المشكله. اوريكم كده فيديو صغير وانا بعمل كده. تيجي تخش عشان يقول لك حط صور بقى وملفات ايه للتليفون وورينا المشكله دي كفيديو، ما بيقبلش. يعني لما تيجي تخش على المكان ده ما بيقبلش ان انت تنسرت الفيديو اساسا، فهي شكل. جربت من على جهاز تاني خارجي نفس الكلام، ما بتقبلش تعمل انسرت للفيديو اللي انت هتحطه او للصور اللي انت هتحطها للاسف. فطبعا بالمختصر المفيد يعني لبست الجهاز. فهنا دي كانت النقطه، ان حتى انت لو بتقدم منتج وبتقعد تبين الريفيوز الكويسه اللي عليه، المفروض تقدمه بكواليتي عالي، وتستحمل ان انت لو قدمت تليفون مش على نفس المستوى ان انت ترجعه، ما يبقاش مجرد ان انت بتبيع وبتخلص كميات من عندك بس. فهنا دي المشكله، ان الجهاز ده جاي بحاله غير اللي هم كاتبين ان هو هيجي لي بيها. حتى لو الجهاز انتوا كاتبين ان الحاله جيده، فهو جاي مش بالحاله اللي انتوا كاتبينها في الوصف بتاعكم. ويا ريت اتمنى اي حد يشوف الفيديو يبقى عارف كويس قوي، يعمل منشن لريفايب ويعرفهم ان فعلا الموضوع ما يتسكتش عليه وما ينفعش، وده اسمه غش تجاري. وبس كده. كان معاكم حازم تيك فيو، سلام.